بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة. حلقتنا النهاردة احنا هنكلم فيها بعض النساء اللي بيتصرفوا التصرف اللي أنا هقول عليه دلوقتي. بيتصرفوا ازاي؟ بتحكي مع ناس كتير جدا عن أمور حياتها الشخصية. يعني مثلا زوجها جاب لها هدية تطلع تتكلم عنها، ولادها تفوقوا تطلع تتكلم، رايحين يتفسحوا جالهم فلوس، جالهم اي حاجة تطلع تتكلم وتقول. هي ممكن يكون بحسن نية، مش قصدها ابدا انها تتفاخر او تتباهى او تغيظ الناس، ولكن انا بقولك وبقول لكل واحدة بتعمل كده وبتتكلم عن اللي موجود في بيتها والخير والنعمة اللي هي بتنعم فيها من الله سبحانه وتعالى، انت كده بتأذي نفسك وبتأذي أسرتك، وبإيدك لا قدر الله ممكن النعمة دي تروح. ليه؟ كل ذي نعمة محسود. ما يدركي لعل الناس أو اللي انت بتتكلمي معاهم أو النساء اللي انت قاعدة وسطهم ما عندهمش اللي عندك. زوجها مثلا مش بيجيب لها هدايا زيك، محرومة من الأبناء، ربنا يطعم كل محروم يا رب العالمين. أولادها مش متفوقين زي أولادك اللي انت مبسوطة بيهم وبعلاماتهم ودرجاتهم العالية. فالمفروض ان كل واحد فينا، كل واحدة فينا عندها نعمة تحمد الله سبحانه وتعالى عليها وما تتكلمش عنها. زي ما قلنا كل ذي نعمة محسود. سيدنا يعقوب عليه السلام قال ايه لسيدنا يوسف لما راح له وحكى له الرؤية الجميلة اللي شافها؟ اوصاه انه لا يقصص رؤياه على اخوته. كان خايف ان اخوته يحسدوه، وكان مجرد حلم، والحلم ما كانش اصلا لسه اتحقق، فما بالك انت بتتكلمي عن حاجة موجودة. والأصعب من ذلك اللي بيطلعوا حياتهم كلها على السوشيال ميديا. إن كانت مثلا زوجها جاب لها هدية فلازم تعرف العالم كله وتصور الهدية وتنزلها على السوشيال ميديا. خرجت معاه ومع أولادها في مكان، برضو تصور وتنزل الحاجات دي كلها وتعرف الناس انها مبسوطة او انها سعيدة، وتعمل منشن لجوزها ربنا يخليك ما تحرمش منك مش عارف ايه والكلام ده كله. طب انت تقدري تعملي كل ده بينكم وبين بعض؟ الناس دخلها ايه انها تعرف ده؟ انت بتبقي راحة برجلك متعمدة انك كده بتأذي نفسك. والحقيقة بيوت كتير، وانا اعرف كتير من الناس بيوتهم خربت بمعنى كلمة خربت بسبب التصرفات دي. ليه نطلع نتكلم عن حياتنا؟ الحمد لله ربنا كرمنا وساترنا بينعم علينا بالتوافق وبالود وبالرحمة. ليه نعرف الناس؟ ليه؟ انت عمرك ما هتندمي على سكوت، ولكن ممكن تندمي على كلام انت قلتيه. مقولة للإمام الشافعي تكلم فيها عن الأمر ده، قال فيها: ندمت على الكلام مرات وما ندمت على الصمت مرة. احنا ممكن نقول الكلمة وفاكرين انها كلمة اتقالت وخلاص ونمشي، لكن في غيرنا بيمسك في الكلمة او يمسك في الصورة اللي انتي نزلتيها ويقعد يتكلم ويعيد ويزيد ويوريها لكل اللي حواليه، وانتي تتفاجئي في مشاكل في بيتك مش عارفة سببها ايه، اولادك بيعيوا مش عارفة سبب عياهم ايه، تعبتي في حملك مش عارفة السبب ايه. للأسف اقولك انتي السبب. وكما يقال بالمثل المصري المعروف: داري على شمعتك تقيد. نداري على شمعتنا علشان تفضل منورة ويفضل بيتنا منور بيها. ربنا يحفظ بيوتنا. الكلمة اللي بتطلع مننا لازم تكون محسوبة. ندعو الله سبحانه وتعالى بدوام النعم علينا وعلى أسرنا، وما نكونش سبب أبدا في ان احنا نخرب بيوتنا أو نعمل فيها مشاكل. أشوفكم في حلقة جديدة.